مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. نبدأ اليوم بكارثة أو مأساة ليبيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونتمنى من الله أن يمنح إخواننا الليبيين الصبر على ذويهم وأقاربهم، وأن يجعلهم الله شهداء، اللهم آمين. كما شاهدنا البارحة، هناك مشهد آخر يظهر مدينة درنا التي تحولت إلى مدينة أشباح، حيث نشاهد حجم الدمار الذي خلفته العاصفة أو الإعصار دانيال شرق ليبيا. وقد تم اعتبار درنا وأيضا البيضاء وشحات من المدن المنكوبة. أحد شاهدي عيان قال بأن نصف سكان مدينة درنا غرقوا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا البحر يلقي بالجثث على الساحل بعدما جرفهم السيل إلى داخل البحر في ليلة الطوفان. ليلة انهار السد، ويقال انهار 2 من السدود ليس واحد فقط، ورغم أنها سدود صغيرة ولكن مبنية من التراب. هذا الوديين وهذا المحقن وهذيك طريق كانت تجي لعند الطريق هذا من فوق. عارفين يا جماعة درنا هذا السد كان هناك سد تراب قاعد سد تراب، طريق السد تراب وعليه الحيط، قريت الحيط راهو قاعد فوق. لا تراب تراب شاير شيء من الخرسانة. عاد انهار السد ضيق فوقي. هذا السد الاول والسد الثاني عاد اوطى من هذا. هذا كم ارتفاع؟ تجيبه في 50 40 متر تو ضيق. 40 متر هذا 40 متر 40 متر جاي فوق من دارنا. يعني اللي يقول لك خشت عليه ميه الدور الرابع والدور الخامس هذه هي ما فيها الشك. عوض الله. هذه دارنا منكوبه. شهادات محليه طبعا ما يصير منها شيء، هي الشهادات الدوليه هذه. يصلح الله الخير. وبعد هذا الانهيار اختفى كل شيء. يقول هذا الشخص أنهم كانوا فرحين بالسيل والمطر، ولكن فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، انهار السد واختفى كل شيء. بدأ يعلى راه. بدأ يعلى راه. يطيح فينا يا جماعة.
عندنا سلبيات. ايوه الله ينور الله ينور. الله مطلع عنده. أيضا هناك تضارب بالنسبة لحجم الخسائر في الأرواح. البعض يقول مثلا 10,000 ضحية، والبعض أظن الوزير الليبي قال بأنها وصلت 100,000 ضحية أو 100,000 مفقود، ولكن آخر ما شاهدت من الأخبار أنها 100,000 قتيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن سنرى العدد من بعد. حيث يقول وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين نحو 100,000. ومن بعد قيل بأن الضحايا 100,000، ولكن إذا نظرنا مثلا أن عدد المفقودين 100,000 معناها هؤلاء سيكونون أيضا ضحايا. ولكن أنا لدي تعليق صغير. صحيح نحن نتألم على بعضنا البعض وقلوبنا تؤلمنا عندما نشاهد الكثير من الضحايا، رغم أننا نقول في النهاية هذا أمر الله سبحانه وتعالى والأعمار بيد الله، ولكن كان سبب. المهم أنا أعرف من خلال الكوارث إذا كان هناك إعصار فالدولة تكون عندها علم قبل أن يصل الإعصار بأن هناك إعصار يتجه نحو دولها أو سواحلها، فتبدأ بالإجراءات. أول شيء مثلا إذا كانت هذا الإعصار خطير والرياح قوية مثلا، يتم ترحيل السكان من المدن الساحلية. هذا ما تفعله أمريكا أو حتى الفلبين. يعني لا أعرف هل الحكومة الليبية ليس لها تجربة في هذا الميدان أم أن السبب هو السد الذي انهار. مهما يكون العدد كبير جدا، عدد الضحايا مهول جدا. أيضا هناك فيضانات تغرق أرجاء مدينة خوانغدغون في الصين. أيضا هناك ثلوج كثيفة جدا في الأرجنتين اليوم في منطقة لاس لينياس، وأيضا ثلوج في مندوزا دائما في الأرجنتين.
أما بالنسبة لأندونيسيا فهناك إعصار ناري يجتاح جبل برومو في جاوا. سبحان الله، هذا ما قال فيه الله سبحانه وتعالى، إعصار فيه نار. أيضا هناك طقس متنوع بالنسبة للسعودية، سواء في الطائف هناك سيول أو هناك أيضا سحوب في مناطق أخرى. أيضا في جازان سبحان الله تحول النهار إلى ليل، وذلك في الساعة 4:15 عصرا. كانت هناك سحابة مهيبة في جازان. أيضا هناك سيول تجتاح البرازيل في منطقة جاغوراو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.